النهارده هنجرب 6 بدائل للنوتيلا من 6 شركات مصريه مختلفه: كريميتا، ادمي، دريم، مولتوبيلا، بوبو، وهيلسي. خلينا نبدا من الارخص للاغلى. ارخص واحده معانا النهارده مولتوبيلا. البرطمان ده 165 جرام وسعره 63 جنيه. زي ما هو الارخص فهو الاصغر النهارده برضه. ده شكل الشوكولاته من جوه، لونها حلو وقوامها ماسك نفسه شويه. بسم الله. كريمي قوي في بقك، طعم البندق طاغي عليها اكتر، بس تحسها طريه قوي. هي بس سايله قوي، يعني سهله الفرد قوي. سكرها حلو، بتحس فيها بطعم البندق اكتر. تاني شوكولاته معانا كريميتا من رشيد الميزان. دي 350 جرام وسعرها 70 جنيه. قيمه الشوكولاته بالبندق فاتح شويه ايه ده، لونها فاتح شويه وتحسها ماسكه نفسها بالزياده. هي طعمها سكر قوي، صعبه البلع شويه. هي كل البرطمانات اللي معانا النهارده محطوطه في نفس المكان، مش حاطينها في التلاجة. هتتفرد في الاخر، بس هي ماسكه نفسها شويه. حاسسها هتنفع في الحلويات لو اتخففت شويه بلبن، بس كسندوتشات وتوست وكده تمسك شويه في بقك. تالت نوع معانا شوكولاته وندر من دريم، وده النوع اللي انا بستخدمه عندي في البيت من اكتر من سنتين 3 تقريبا. بقطع البندق الطبيعي خالي من الزيوت المهدرجه. دي 250 جرام وسعرها 79 جنيه. دايما بلاقي منها العبوات الكبيره. لونها حلو قوي. بص بقى، طريه جدا، ولو ركزت فيها قوي هتحس ان فيها قطع بندق، بس يعني ايه، وهتحس بقطع البندق وانت بتاكلها. فدريم بصراحه من الشوكولاتات المحترمه جدا اللي انا اصلا بستخدمها عندي في البيت. سهله الفرد قوي كمان. هي كطعم سواء مع توست او فينو او وافل او اي حاجه، طعمها بيبقى حلو قوي. دايما برشحها لما حد بيخش لي في الرسائل مثلا يسالني على بديل الشوكولاته. تالت شوكولاته معانا شوكولاته اسمها بوبو من شركه فاندي. فاندي دي اللي هي بتعمل سناكس وفشار وحاجات كده. كريمه البندق والكاكاو. البرطمان ده 350 جرام وسعره 82 جنيه. لونها زي الباقيين وقوامها بين البنين كده. هي كطعم شوكولاته او كاكاو حلو، طعم البندق برضو فيها ظاهر، بس هي مسكره قوي، يعني مسكره بالزياده جدا. برضو تحسها تقيله كده شويه بسيطه وانت بتاكلها في بقك، مع انها سهله الفرد برضو قوي. هي الاطفال بتحب السكر زياده شويه، بس انا بصراحه بحبه يبقى اهدى من كده شويه. بعد كده معانا شوكولاته ادمي. شوكولاته سبريد 335 جرام، والادمي دي سعرها 135 جنيه. دي اول شوكولاته في الحلقه تكسر ال 100 جنيه. حاسس ان فيها قطع بندق صغيره قوي، وهي ماسكه نفسها قوي، ماسكه نفسها قوي. طعم الكاكاو اللي مستخدمينه نضيف، سكرها برضو مظبوط. ممكن بس طعم البندق مش حاسس بيه قوي، بس هتفرد برضو معاك على التوست. حلوه ادمي دي برضو. بعد ما كسرنا ال 100 جنيه هنكسر المره دي ال 200 جنيه. دي شوكولاته هيلسي سبريد. منتجات هيلسي دي المفروض ان هي منتجات هيلسي، سكرها هادي، فيها سكر ستيفيا، فالمفروض ان هي شوكولاته صحيه. البرطمان ده 375 جرام ب 222 جنيه. كان في منه انواع كتير، بس انا جبت هيلسي سبريد كيدز بما اننا بنصور عشان المدارس وكده. بريميوم شوكليت، شوجر فري، ومكتوب هنا ستيفيا. ده اغمق لون شوكولاته هنجربه النهارده. الشوكولاته لونها لامع جدا، قوامها بصراحه حلو مش وحش، تحسها شوكولاته دارك في نفسها. طعم شوكولاته بريميوم جدا، انت حاسس بطعم شوكولاته نظيفه كده وانت بتاكلها. مفيش اي طعم بندق في الموضوع، هو بس فيه في الافتر تيست، او في بقك تحس حاجه بسيطه من طعم زيت، وده واضح حتى من لمعه الشوكولاته نفسها. كل الشوكولاتات دي اصلا بيبقى فيها زيت، هنا مكتوب زيت جوز الهند، زيت نظيف شويه. موضوع ان هي ستيفيا وصحيه وكده لو كلامهم صح فدي نقطه تحسب للمنتج جدا. دي الشوكولاته العاديه، ودي الشوكولاته الهيلسي. طعم الشوكولاته دارك شويه. فدي كانت اغلى واحده معانا في حلقه النهارده. المفروض ان هي صحيه وهيلسي، بس 222 جنيه. هل تستحق السعر ده ولا لا؟ فدي كده الانواع اللي احنا جربناها النهارده. لو انتوا شايفين في انواع تانية من الشوكولاته انتوا بتحبوها، يا ريت تكتبوها لنا تحت في الكومنتات. ويا ريت لو بتحبوا حلقات اللانش بوكس دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اكتبوا لي برده نجرب ايه تاني. شكرا جدا ليكم، سلام.